بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحرار، أيها المرابطون في شوارع العزة، أيها الصادحون بالحق في وجه الجريمة، أيها الواقفون هنا بأجسادكم وبقلوبكم لأجل غزة، لأجل فلسطين، لأجل كرامة أمتنا، نقف اليوم لا لندين فقط، بل لنعلنها مدوية في وجه الإبادة الجماعية، في وجه الاحتلال، في وجه المطبعين، في وجه الصامتين. نقف اليوم لنبلغ رسائل إلى قطاع غزة وإلى فلسطين وإلى شعبنا العربي المسلم وإلى العالم بأجمعه. رسالة إلى شعب غزة الجبار: أنتم لستم وحدكم، معكم قلوبنا ودعاؤنا وغضبنا ودموعنا وكل ما نملك، نقف معكم حتى رفع الظلم والاحتلال. ورسالتنا إلى المقاومة: الثبات الثبات، أنت مجد الأمة، أنت عنفوان الأمة، لا تلتفتي للمرجفين، لا تلتفتي للمشككين، لا تلتفتي للجبلاء. ورسالتنا إلى المدنيين الصامدين: أنتم قلب هذه الأمة، أنتم حاضنة المقاومة وحاضنة تحرير فلسطين وتحرير القدس. صمودكم ملحمة الأمة وانتصاركم بوابة التحرير. ورسالتنا إلى الاحتلال الصهيوني: مهما قتلتم ومهما دمرتم، مهما حاولتم تغطية جرائمكم بدعاية زائفة، فإنها ستسري عليكم سنة الإرادة القوية للمقاومة في اندحار الاحتلال، في اندحار الاحتلال. وزوالكم آت ووعد الآخرة آت بإذن الله. إن كنتم تملكون آلة القتل فإنكم تواجهون قوة الإرادة في التحرر، وتواجهون روح المقاومة المؤيدة بثبات كتائبها وبعون الله تعالى، وتواجهون سلاح الحق وعقيدة الإصرار على الحسنيين، النصر أم الشهادة. رسالتنا إلى المطبعين والمتواطئين: التاريخ لن يرحمكم والشعوب لن تغفر لكم. يا قومنا، أجيبوا داعي الحق، أجيبوا داعي الأخوة الإيمانية، أجيبوا داعي الأخوة الإنسانية، داعي الأخوة العروبة والإسلام مع القطاع ومع فلسطين. التطبيع غصة في حلق الأمة، التطبيع خنجر في ظهر فلسطين وفي ظهر المقدسات وفي ظهر القابضين على الجمر في غزة وفي كل الأرض المباركة. حرام حرام هذا التمادي في اتفاقيات التطبيع بعد كل هذه الجرائم وبعد كل هذه الفظائع بالأطفال وبالنساء وبالأبرياء وبالعمران وبكل ما له صلة بالحياة. ندعو إلى قطع كل صلة بهذا الكيان المجرم الموغل في دماء الأبرياء العزل في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. وسيكتب التاريخ السقوط لكل من خان ولكل من نافق ولكل من غدر. وستبقى القضية شامخة عزيزة رغم قسوة التضحيات وفداحة الخطب في الأرواح والعمران، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. رسالتنا إلى الأمة العربية الإسلامية بحكامها وشعوبها وعلمائها ونخبها: كفاكم صمتا. فلسطين ليست قضية الفلسطينية فقط، بل هي ميزان عزتنا أو ذلنا، فنختار أين يكون موقعنا من نصر هذه القضية المقدسة. آن الأوان أن تنهض شعوب الأمة وفعاليات الأمة لتفرض نصرة غزة وفلسطين ولتسقط كل أشكال التطبيع والاختراق الصهيوني لمجتمعاتنا، وتكسر
قيد الخوف من كل السائرين ضد المصالح الحقيقية لأوطاننا وضد نصرة غزة وفلسطين. ورسالتنا إلى أحرار العالم: لا تنخدعوا بالآلة الإعلامية، لا تضللكم مزاعم الصراع بين الطرفين. ليس هناك صراع بين الطرفين، ليس هناك طرفان الصراع، بل هناك محتل وهناك شعب يباد. هذه هي المعادلة على الأرض. هناك شعب، هناك محتل، وهناك شعب يباد. مواقفكم، مظاهراتكم، تضامنكم سلاح في وجه الكذب وسند في معركة التحرير. ورسالتنا للنظام العالمي الجائر: نعريكم اليوم أمام العالم. أنتم من يقف مع الإبادة بالسلاح وبالفيتو وبالدولار، أنتم شركاء القتلة. لكن اعلموا أن ميزان العدالة لن يبقى مكسورا للأبد، وسيرتد ظلمكم عليكم، وسيلاحقكم خزي دعم الطغاة المجرمين دنيا وآخرة. رسالة أخيرة إلى شباب المغرب وإلى أحراره، إلى الخلف، إلى حاملي المشعل بعد هذه النخبة: يا جيل النخوة، يا صوت الضمير، أنتم الأمل، أنتم الطليعة. لا تخافوا إلا الله، ولا تنتظروا إذنا من أحد في الدفاع، من أجل الدفاع عن الحق ومن أجل نصرة المظلوم. كونوا كما كنتم دائما في الصف الأول، ناهضوا التطبيع في كل مكان، عيشوا قضية فلسطين في قلوبكم وفي وجدانكم وفي عقولكم وفي من حولكم وفي ميادينكم، وارفعوا رايتها في كل المحافل والمؤسسات والمنتديات. أخيرا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحن في جماعة العدل والإحسان نجدد العهد أن نبقى حيث يجب أن نكون، في صف الأمة ضد الاستبداد وضد التطبيع، ومع المظلومين، ومع فلسطين حتى النصر. فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة، وغزة عنوان الكرامة. من خان غزة فقد خان الوطن وخان الأمة والدين والحق. عاشت فلسطين حرة، وعاش الشعب المغربي شامخا، والنصر للمقاومة بإذن الله، والخزي لكل محتل ظالم جائر. اللهم ارحم الشهداء، اللهم شاف الجرحى، اللهم عجل بالنصر والفتح المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.